يا اهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ النهارده قلت اعمل لكم ريفيو سريع عن غساله الاطباق اللي موجوده عندي في المطبخ. هي الصراحه ايدي ورجلي كده في المطبخ، فقلت اعمل لكم ريفيو علشان طبعا اللي حابب يجيب الغساله. هي نوعها وايت بوينت، فيها البرامج اللي انا بوريها لكم. ده اول برنامج بيقعد ساعه و24 دقيقه، بس طبعا البرامج دي بتبقى كبيره، ما بستخدمهاش. يعني برضو البرنامج التاني ساعه وربع. البرنامج ده 50 دقيقة، حلو جدا برضو بستعمله. ده اللي انا بستعمله اصلا كويس وبينظف معايا كويس. اللي برضو ده ساعة و72 دقيقة. دي لو حاجة بقى يعني متوسخة قوي او متبهدلة قوي. ده برضو نص ساعة، بس صراحة مش بعمل فيه المواعين. وده ربع ساعة. الربع ساعة ده ممكن تغسلي خضار، تغسلي فيها اي حاجة، لكن انا بغسل على ال50 دقيقة. وعندك اللمبتين اللي فوق دول اللي هم مطفيين، كانوا لونهم احمر دلوقتي. دي لمبة الزيت ولمبة الملح. هتعرفوا بنحط زيت ايه وملح ايه. الغسالة عندي مش كبيرة قوي، زي ما انتم شايفين. من فوق الرف اللي فوق ده بحط فيه كل الكوبايات، وممكن احط فيه معالق، احط فيه السكاكين، الشوك، اي حاجة من دي. وكمان في رف كده اللي هو الستاند اللي فيه ده، بحط فيه الاطباق اللي هي الرفيعة او الخفيفة. الرف التاني ده بقى طبعا عشان هو عالي، يعني في مسافة بينه وبين الرشاش، فبحط بقى فيه الحلال، الحاجات الكبيرة. تاخد معايا الصراحة مواعين كتير جدا. ده الفلتر بتاعها، بعد ما بتخلص كده من الوقت للتاني بفكه زي ما انتم شايفين وبنضفه. الجزء التاني ده اللي انا شاور لكم عليه، ده الملح بقى. انتي لما بتجيبي الغسالة بتجيبي معاها المسحوق بتاعها، وبتجيبي برضو ملح بيبقى خاص بالغسالة، والزيت. بتحطي الملح كله في الغسالة، وقت ما بتنور باللون الاحمر بتبقى خلاص الملح بتاعها خلص، وبتحط لها ملح تاني. الرف التاني بيجي معاه اللي هي الصفاية دي، حلوة برضو. بيتحط فيها لو عندك بقى معالق وسكاكين وحاجات كتير ممكن تحطيها وتحطيها في الرف كده عادي، بس انا صراحة بشيلها لان بستفاد بالمساحة اكتر واحط مواعين كتير. الجزء بقى ده اللي هو دي اللي انا بشرلكوا عليه، ده بيتحط فيه الزيت، بيجي ازازة زيت بتفضها فيه. والجزء اللي بيتقفل ده بيتحط فيه المسحوق بتاعها. هي الصراحة سهلة التعامل جدا وكويسة وحلوة. وطبعا الزيت والمسحوق بيغيب عندنا وقت طويل جدا. يعني الملح بحطه مرة واحدة بس. المسحوق ده عايزة اقول لكم بقاله ممكن سنة واكتر معايا، والصراحة حلو وكويس وبيغيب معايا. والزيت مش كل مرة بتحط لها زيت، برضو بتقعد فترة كبيرة لما بتحط لها زيت تاني. من ناحية ان هي عملية ولا لا، فالصراحة هي عملية وحلوة قوي، وبتوفر علينا وقت ومجهود، وان احنا نقف في المطبخ نغسل مواعين. طبعا انا بوريكم دلوقتي ان العيب اللي فيها، وده غلطة مني، ان انا طبعا هي جنب البوتاجاز، فبيجي عليها بعض مرة زيت كده، فانا للأسف غسلتها بسلك، فاللون يعتبر اتشال، لونها اتقشر شوية. فخلوا بالكم بتغسلوها بسبونجة، بفوطة، بأي حاجة ما عدا سلك المواعين. يعني انا قلت مثلا لما اغسلها بسلك وكده هتنضف، بس للاسف اللون بتاعها راح. هنا بقى حطيت كده دور مواعين عشان اوريكم، وحطيت هنا المسحوق. هو المسحوق ما بيبقاش جامد كده وبيبقى بودر، بس عشان هو المسحوق ده عندي من زمان فبيبقى جامد، بس عادي انا بحطه وبيدوب عادي في الغسالة. هدور بقى الغسالة على ال50 دقيقة، وهوريكم بقى حلاوة المواعين بقى وهي طالعة كده. يعني بتلمع الصراحة. انا بفضي الاكل منها، واللي محتاج ان هو مثلا لو في حاجة لازقة ان انت بس على الحوض بس في ثانية كده بشوية مية، ولو مش محتاج خلاص بتحطيه زي ما هو، والصراحة بيبقى زي الفل. المعالق طالعة كويسة، الاطباق زي ما انتم شايفين بتنضف كويس قوي. النوع اللي هو وايت بوينت ده حلو قوي. انا ما جربتش انواع تانية، دي اللي عندي بس. صراحة النوع ده كويس جدا. فاللي ما عندوش غسالة اطباق فايته كتير الصراحة، ما بتخلينيش اقف في المطبخ كتير. انا بوريكم الطبق ده برضو ملامين وطالع زي الفل ونضيف، كل حاجة صراحة مغسولة زي الفل. فاللي ما عندوش بقى غسالة كده يحاول يجيبها، لان زي ما قلت لكم هتوفر عليكم وقت ووقفة في المطبخ الصراحة. كل حاجة بلمها بتاعت اليوم كله، وبحطها في الغسالة وبشغلها مرة واحدة بس في اليوم. وحجمها حلو كويس. خلاص بقى كده ده ريفيو سريع عنها، واللي محتاج اي سؤال يكتب لي في الكومنتات وهرد عليه. وصلنا لاخر الفيديو، مع السلامة.